الو دابا خدام. اسمحوا لي السيد الرئيس، السيد الامين العام، اولا نرحب بكم في هذا اللقاء الذي كان دور حزب الاصاله والمعاصره في التناوب طبعا لتنظيمه، وحضوركم معنا مع الساده اعضاء الحكومه والساده النواب والبرلمانيين المستشارين نعتبره اشاره الى قوه الاغلبيه واحتضان الاغلبيه لحزب الاصاله والمعاصره. ثم حزبين كنتم دائما في الحكومه، حنا نهار جينا كنا كنطرحوا السؤال. الحمد لله الاغلبيه احتضنت حزب، ولان حزب الاصاله والمعاصره اخذ وزراء ديال التجارب الان قدره على اداره الشان العام. بغيت نشكركم كذلك الاخ الامين العام اللي زار حين تكلم على البرلمانيين ومجلس المستشارين والساده المستشارين، ولكن دعني انا لن امدح الحكومه، انا سانتقدها. دعنا نطرح سؤالا بسيطا حول الساده المستشارين والساده النواب الذين يحضرون معنا في البرلمان وفي لجان التشريع وفي كل ما مرة نلتقي بهم. هل نحن في الحكومه كوزراء نستقبلهم ونتلقى ملفاتهم ونتعاون؟ هذا هو السؤال. هذا السؤال دائما يطرح علي في الحزب ويطرح على مستوى الحكومه، وانا اعتقد بانه اذا كنا اغلبيه قويه فنحن قويون بهم، ونحن لنا الاغلبيه بهم. لهذا علينا ان تكون لدينا الكثير من الاعتراف بهذا الحضور القوي على مستوى عددنا في الفرق، وان ننفتح عليهم اكثر وان نلتقي بهم اكثر، لانهم يمثلوا الامه ولهم آراؤهم التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. لهذا أنا أطلب من وزراء الأغلبية ومن خلالكم السيد الرئيس وحكومة وزراء الأغلبية أن يقوموا بجهد أكبر لاستقبال السادة النواب وتحمل الحوار معهم، لأن الحوار مع النواب ومجلس المستشارين يأتي بكثير من الأجوبة ويطرح كثير من الملفات، وكذلك فيه نوع من الالتزام الحزبي والالتزام الحكومي كذلك. لذلك أنا أفكر أن نقترح عليكم منشورا واقع الثلاثة دعوة إلى السادة الوزراء حتى يقوموا أنتم رئيس الوزراء تفوضون لهم السلطة. ذلك التفويض يجب أن يكون مرتبطا بمدى استقبالهم للنواب والمستشارين والتعامل معهم في الملفات. الموضوع الثاني إذا سمحتم، قد تؤكد ما في قلوبهم. اسمحوا لي كذلك كان عندي نقاش معكم سيد الرئيس حول هذا الموضوع. انتم كنتوا كطرحوا معايا دائما، تقول بان هذا الموضوع عنده الدلاله ديالو، عنده المعنى ديالو، وانه ايجابي جدا. الموضوع الثاني اللي بغيت نقول السيد الرئيس، النقد الثاني غنوجدو في الحكومه ما قمنا به في هذه الحكومه في هذه السنتين. اشتغلتم بنا السيد الرئيس ليل نهار، كل صباح تأتون بملف وتقول لنا سنبدأ المناقشة. وأنا أتذكر في التعليم 9 المليار ديال الدرهم، شحال المناقشة وتستقبل من نجيبوا هذه الفلوس، كيفاش غنديروا هذه الفلوس إلى آخره. ثم جات المقاصة وصلتوا 40 مليار درهم، ثم جات الأثمنة الشعير ودرتوا 10 مليار ديال الدرهم، ثم درتوا الماء الصالح للشرب 5 مليار ديال الدرهم. كل مرة كتجي الحكومة كتقول خصنا نقدموا. ولكن هذا الذي فعلنا لا في الزلزال بتعليمات من جلالته ولا في الدعم الاجتماعي، واش حنا فاشلين في تسويقه الى الراي العام، او ما عندنا قدره باش نوصلوا للراي العام. درت واحد العمل جبار بقياده هذه الحكومه السيد الرئيس، انتم السيد الامين العام لحزب الاستقلال، ولكن على المستوى الاعلامي كنبانوا بعض الاحيان اننا ضعاف في حين احنا في مركز قوه. تصوروا الدعم الاجتماعي من حيث ما كان كيتناقش بالليل وبالنهار، من حيث درنا ليه شحال من مليار، صافي انتهى الموضوع. جا الزلزال دخلنا بالقوه اللي دخلتوا فيها الزلزال ورفعنا راسنا امام العالم وقلنا للعالم حنا غادي نعتمدوا على نفسنا، ودازت الامور، وقلنا التغطيه الصحيه ودرنا فيها فلوس ودازت الامور. ومن بعد شنو وقع؟ شنو المشكل؟ سي شاكر بن موسى فتح الملف ديال التعليم نهار جا، هو في حوار مع النقابات حلفاء ديالنا اجتماعيين،
كنشاركوا معهم ماشي غير ديال الاجتماعيين، ولكن في نوع من التشارك الاجتماعي معنا، كنناقشوا معهم ملفات. وانتم السيد الرئيس بحال خرجتوا من المجلس الحكومي وكتقولوا راه اشتغلت مع النقابات، وكل سنه كتقولوا غادي نعطيو للعمال، غادي نعطيو للموظفين، غادي نعطيو 4 الملاير 5 الملاير، كل مره تعطيونا ارقام. دابا وصلتوا 9 الملاير ديال الدرهم، وهناك مشكل. 40,000 قالوا راه خرجت في المظاهره، ولكن راه 280,000 ما خرجتش في المظاهره. 280,000 بغات الحوار. وعلى النقابات التي تتفاوضون معها اعتبارا لموقعهم الدستوري ولموقعهم القانوني والاعتراف القانوني بهم، هاد الناس هادو الان يتحملوا مسؤوليتهم في مسانده الحكومه في مواجهه النقاش. خصهم يكونوا حتى هما اوفياء معنا كما حنا واقفين كنعطيوهم وقت مفتوح للحوار. قضيتم شهور، انتم وزير التشغيل شهور في الحوار الاجتماعي، لا الاول ولا الثاني ولا الثالث. ماذا وقع؟ لماذا تراجعوا الاتفاق اللي داروا مع السي شكيب بن موسى ولا السي شكيب بن موسى؟ حتى هادو اللي مقلقين الى تنظموا رجعوا للقيس، خصك تفتح معاهم حوار ونتناقش معاهم الحوار، وانا كنعرفك غادي تجلس تناقش معاهم الحوار وتسلم لهم الحلول. ولا نهزوا ديك 9 المليار ديال الدرهم ونعطوها للدعم الاجتماعي ونحلوا المشكل، ونقولوا لهم غادي نفتحوا معاكم حوار هاد العامين الجايه، الا بغيتوا هكا سيروا ليه، ما عندنا مشكل. ولكن تحملوا مسؤوليتنا ونضربوا فوق الطبله حتى حنا في موقع قوه. اللي درت هذه الحكومه في عامين ما داروش الحكومات السابقه في 10 سنين. علاش اليوم حنايا كنطردوا؟ علاش ما كنخرجوش الامور كلها؟ لذلك انا اسمح لي السيد الرئيس، واش كنحشموا، واش كنطردوا، واش ما كنملكوا اللغه الخطاب السياسي، واش خصنا شي حاجه نديروها؟ ما خصناش نجلسوا في مجلس الحكومه كتحرق فينا انت بالليل وبنهار، ومن حتى ناخذوا القرار حتى واحد ما كيسوقوا. ما يمكنش، كاينش حاجه ماشي هذيك. واش الوزراء ديالنا ما كيتكلموش؟ خصهم يتكلموا. واش النواب البرلمانيين ديالنا مازال ما لعبوا دور؟ هما لاعبين وخصهم يلعبوا اكثر. هذه اغلبيه تقدم الكثير وتلقى القليل من الاعتراف السياسي. وشي خصنا نمشيو ليه. انا كيبقى فيا الحال، حتى الشتان هذاك الشيء ديال التعليم بقى فيا الحال. انا عرفت شاكيب شحال طاب، شحال تعذب، وشحال جا عندنا، وشحال ناقش معنا في الحكومه، وشحال كان عنده رغبه، وشحال دخل مع النقابات، وشحال عنده رغبه يدير هذا التغيير. وكان كيقول لنا كنتكلموا على المتعاقدين. قلت لي نشطبوا الفكره ديال المتعاقدين، فعلا شطبناها بعد حيدنا فكره المتعاقدين. جميع المتعاقدين اصبحوا موظفين لدى الدوله، وكان هذا حدث. فمن حيث كان حدث كيخرجوا الناس يديروا المظاهرات عليه، كان كلشي كيكتب عليه. من حيث حلينا المشكل حتى بقى كيكتب عليه. كاين شي حاجه ماشي هي هذيك في هذه البلاد. دابا جبتوا السيد الرئيس الحكومه كلها جابت الدعم الاجتماعي، قلنا نعطي 500 درهم 900 درهم 1000 درهم الى اكثر. وقلت واحد جمله صغيره في البرلمان، قلت هذا العام نزيدوا 10 دراهم والعام الاخر نزيدوا 10 دراهم في البوطه. الصحافه كلها كتكلم على 20 درهم، حتى ما تكلم على هذيك الفلوس اللي غادي نعطيو الاخرين. علاش؟ واش حنا كنحسبوا غير اللي كندخلوا، ما كنحسبوا اللي كنخرجوا؟ عفوا كنحسبوا غير اللي كنخرجوا، ما كنحسبوش اللي كندخلوا. كاين شي حاجه ماشي هي هذيك السيد الرئيس. الا كان ضروري نديروا ميزانيه في الحكومه، نقولوا سيدي وزيره الماليه معنا دير لنا ميزانيه باش نديروا حمله حتى حنا في الاعلام والصحافه، وندوزوا في السنين وندوزوا في ذاك العجب كله ونبداو نهضروا. الا ما قنعنا المغاربه نقنعوا بعض الناس اللي على في الخارج. خاصنا نديروا شي حاجه، ما نبقاوش واقفين. سي نزار بركه بقى بالليل وبنهار ندوز العطله ديالو غير في الماء، غير كتهضر معاه تيقول لك راه بغيت ندير الماء في السواقي، ما السواقي دار السواقي وجاب الماء من سبويا، جابها من سبويا الابير قرا ومتبع. باقي له حاجه وحده، قالوا له راه في المريح كاين الماء غادي يجيبوه. تبع هذا الموضوع، سمح لي، ولكن ها هو درناه. شكون اللي عطى القيمه؟ شكون اللي عطى القيمه ديال هذا العمل اننا نجيب الماء من منطقه باش نعطي الناس يشربوا في منطقه اخرى؟ حتى واحد. 9 شهور واحد نرجع لنا المجلس الحكومي شدنا ساعتين تيقول لك القواس لانه كيزف في تركيا بقى القواس قلبوا على القواس في دوله اخرى. عبد الله هذيك السي نزار لا هذا وزاره الماليه مع السيد وزير الماليه المنتدب قلبوا الميزانيه وزاد في الميزانيه ذاك المرسوم ذاك القرار كنذكر هذاك النهار. لا خصنا اعتقد كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. انا شخصيا عندي مشكل. هذا العمل كله اللي درناه الدعم الاجتماعي اللي درناه في هذا الشيء ديال التغطيه الصحيه، هذا الشيء اللي درناه في الزلزال، هذا الشيء اللي درناه في السكونه والتعمير، عطى 700,000 درهم مع الدعم اللي خدمت عليه فاطمه الزهراء. هذا الشيء كله
ما تكلموش عليه، خرجوا رجال التعليم تكلموا عليه. واش نخرجوا حتى حنا مظاهره نديروها غدا باش يتكلموا علينا، ما عندناش اشكال. ولكن كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. شوف السيد الرئيس الحكومه، انا ادعمك وحتى نظام متفق معايا في اي قدره على الحوار مع اي جهه كانت، دخل في الحوار، ولكن الحوار يكون ماشي بلي الذراع. واحد يقوم بوظيفته، خصو يدخل القسم، يدخل القسم، خصو التلميذ يدخل التلميذ، ونفتحوا الحوار ماشي لا فان دو موند. ربما التقدير ديالنا ما كانش، ربما داك الشيء اللي قصد سي شكيب وصلت فهموها هو بشكل اخر، ولكن راه ما يمكنليش نشك في النيه ديال السي شكيب اطلاقا. انا كنعرف كيفاش داير، اشتغلت معاه اشتغل معايا. لذلك فتح هذا الحوار، فتحوا هذا الحوار، حيث هذه النقابات نجلسوا معهم من جديد، والنقابات يتحملوا مسؤوليتهم حتى هما، لانه اذا تحملوا مسؤوليتهم غادي نمشيو فيه. قضيه اخرى وانا ضد انه شي واحد يقول لنا ايوا ما بغاو هذا الحوار نسحبوه 9 مليار ديال الدرهم ونخليو الوضعيه كما هي. لا، نحن حكومه ندير قضايا الدوله، لا نتراجع ولا نتنازل. نفتحوا الحوار ما عندنا مشكل، ولكن لن يلوي احدا ذراع الدوله كيفما كان واينما كان موقعه. صافي اسمعوا هذا الموضوع. هذا الشكيب سيستمر ونحن ندعمك في الاغلبيه وكحزب، ندعمك في عملك واستمر فيه وراه غادي تنجح. حينما تقوم مشكله مع جهه ما، غير لانك راه خلخلتي شي حاجه ما خصكش تخلخلها، وطبعا الاخرين كيديروا ردود الفعل، هذا طبيعي جدا. بغيت كذلك لهذا انا ندعو رجال التعليم الى اعطاء القيمه لهذا الحوار اللي بغينا نفتحوا، واللي اعلنتوا عليه دابا الان انكم بغيتوا تفتحوا كنشيد بهذه المساله هذه. ولكن كذلك اولادنا خصهم يرجعوا للقسم، راه اولادنا مغاربه ومسؤولين عليهم كحكومه ومسؤولين على المستقبل ديالهم، وهذا الشيء ما فيش. كذلك الان غادي تبدا القضيه ديال الدعم الاجتماعي، الدعم المباشر، في شي نقاش بسيط بعد نشوفوا احنا في الاغلبيه كيفاش غادي نتعاملوا معاه. ومن ضمن الورشات اللي فتح جلاله الملك هي مدونه الاسره، واللي رساله وجه لكم السيد جلاله الملك، وجه لكم السيد رئيس الحكومه، وانتم شرفتوا على العمليه، واللجنه اللي كونها القياديه ولا اللجنه الموسعه اللي كونها جلاله الملك. اتمنى ان نكون في مستوى ثقه جلاله الملك في هذا الموضوع. الاسره المغربيه تحتاج، تطلب منا الكثير، ودرتوا لي هذا الدعم الاجتماعي ودرتوا التغطيه الصحيه، ضروري نديروا فيها نوع من التوازن داخلها بين المراه والرجل، وان ننصف المراه ليكون هناك نوع من التوازن. واتمنى ان نكون في مستوى جلالته، ونشكركم على تتبعكم لهذا الملف عن قرب ومساندتكم لنا فيه. ونحن ما زلنا نستمع الى الجمعيات، كل يوم نستمع الى حركه الجمعيات، ولانه واجب التحفظ ساقفه هنا. الموضوع الاخر اللي ما بغيتوش يدوزني، لانه راه انتم قلتوا كل شيء ما خليتوا لي والو، هو تلك العاب الاطفال التي يلعبون بها اعداء الوحده الترابيه. توفي لنا شهيد، ولكن هذه تلك الوسائل التي استعملت مجرد العاب اطفال. المغرب اقوى بكثير، ونحن في المغرب يهدئ اعصابنا ونتبع الامور بكثير من الاتزان والثقه في الذات، وبكثير من المبالاه والتجاهل، لاننا نؤمن اننا الاقوى، ولاننا الاقوى فنحن نراعي الدم ونراعي الدين ونراعي العروبه ونراعي الاستقرار. فاتمنى ان نقف هنا، لان الصحراء انتهى هذا الملف، وتلك لعب الاطفال التي يلعب بها بعض من اولئك الموجودين هناك ستحرقهم قبل ان تمس بشخص اخر في المغرب. السيد الرئيس، نحن مقبلون على مشاريع كثيره على المستوى الاقتصادي، على المستوى القانوني. الإصدار المدنيه احدتموها الاسبوع الفارط على مجلس النواب. قانون الإصدار الجنائي انتم تبعتوه معنا باش ناقشناه في المجلس، معنا حتى هو العقوبات البديله غادي تطلب منا واحد المجموعه تاع الفلوس، استدنا عليكم. والان رحنا غادي كتناقش في مجلس المستشارين من هنا واحد الشهر، في اقصى الحالات غادي يصبح ساري المفعول.
معناها اننا مقبلين على مجموعه تاع المشاريع لا على المستوى الاقتصادي ولا هذاك ديال الماء. هذاك ديال الماء ما غادي يوقف عبير قرا غادي يرد قال لي حتى مراكش لا بني بلدان ولا كرر في الحكومه وليتو كتحلوا هذا المشكل ديال الماء بهذه السرعه وبهذا. انا كنهنيكم فعلا السي بركه هذاك العمل اللي كديروا وانا تبعته عن قرب. الساده النواب الساده المشاهدين محتاجين لكم في المستقبل اكثر مما فات. محتاجين لحضوركم حتى تكونوا في البرنامج نهار الاثنين وكتكونوا في نهار الثلاث ديك القوه. كنشعروا حنا بالقوه اكثر وبحماس اكثر حيت كتحضروا في اللجان بذلك الحضور كتحضروا بقوه فلذلك كيزيدنا حنا قوه وحماس. وتاكدوا اننا نعرف مكانتكم ونعرف تاثيركم ونعرف قدراتكم ومعترفين بقوتكم وبحضوركم. انتم جزء اساسي في العمليه الديمقراطيه، جزء اساسي في مفهوم الاغلبيه. لذلك نشكركم ونتمنى معكم التوفيق والشكر.